لغة تانية من لغات الحب عند الأطفال هي كلمات التحفيز. طيب إزاي تعرفي إن كلمات التحفيز هي لغة طفلك؟ الطفل اللي بيسألك دايما بعد ما يلبس هدومه إيه رأيك يا ماما في اللي أنا لابسه، لأنه بيحب يسمع كلمات تعزز من ثقته بنفسه. الطفل برضو اللي دايما يقول أنا بحبك يا ماما، أو البنت اللي بتقول أنا بحبك يا بابا، أو العكس برضو بتبقى عايزة تسمع كلمات تحفيز. الطفل اللي لو بطلت تشجعه أو انتقده بالكلام ممكن يتعكر مزاجه ويفضل متضايق فترة طويلة جدا، لأن الكلمات المحفزة هي سبيله عشان يملى خزان مشاعره الفاضي. فالطفل اللي كلمات تشجيع هي وسيلة أو طريقته أو حتى الحاجة اللي بيحبها عشان يملى خزان الحب عنده، لازم طول الوقت تسمعه كلمات تشجيع، زي انت لازم تكون فخور بنفسك لانك بتحب تساعد اصحابك، شايف الدرجات اللي انت جبتها الشهر ده بالمقارنه بالشهر اللي فات، انت متقدم جدا، انا بحب صباحك حلو زيك، ريحه شعرك جميله. فلو كان لغه طفلك الاساسيه هي الكلمات هيحب جدا ان طول الوقت تقولي له كلام كويس، ودي اسرع طريقه هتملي بيها خزان مشاعره الفاضي. وكمان لو هو كبير شويه ممكن تديله رسائل رقيقه تعبر عن حبك ليه وعن دعمك ليه، لان رساله واحده بس هتكتبيها ويقراها كفيله انها تغير موده لمده طويله جدا. لغة ثالثة من لغات الحب عند الأطفال هي الوقت عالي الجودة، ودي من أهم اللغات اللي بيحتاجها الكبار والأطفال. وهنا هنحتاج نعرف يعني إيه أصلا وقت عالي الجودة. يعني وقت حقيقي بتتواصل فيه مع أطفالك وأنت محافظ على التواصل البصري، تعملوا حاجة سوا يكون بيحبها طفلك. وللأسف مهارة التواصل دي يفقدها الكل في المجتمع الحديث في ظل تشوش وثورة الاتصالات والتكنولوجيا الوهمية. ولو ما تعاملناش وعلمنا ولادنا يعني إيه تواصل حقيقي هتندثر اللغة دي قريب جدا. وهنا مش لازم تعرف هي دي فعلا لغة طفلك الأساسية أو لا، لأنه عشان يكون سوي نفسيا ويتحقق احتياجه العاطفي للإحساس باهميته لازم نقضي مع اولادنا وقت عالي الجوده بغض النظر عن مدته. المهم الاستمراريه والمواظبه بتعزيز الرابط بينك وبين طفلك. وخلينا نقول امثله نقضي بيها مع اطفالنا وقت حقيقي ولا نزهق ولا هم يملوا، زي مثلا لعبه الاختيارات الاربعه. دي لعبه لطيفه جدا وبسيطه لانها ما بتحتاجش تفاصيل، وانا دايما بلعبها مع ولادي كتير جدا بس بطرق مختلفه. مثلا لو هتقول لابنك ماذا لو انا ما كنتش انسان تفتكروا هحب اكون ايه، وهتبدا تديلهم اربع اختيارات وهم يخمنوا، او كل واحد فيهم يخمن وفي الاخر اللي يقول صح او لو محدش قال الاجابه الصح اللي انت حاططها في دماغك انت بتبدا تقول انت كنت بختار ايه وتشرح لهم ليه اخترت الاختيار ده. وبعد كده ممكن ابني يقول مثلا ايه الماده اللي هو مش بيحبها، ونبدا كلنا نخمن ايه هي الماده دي. والطريقه دي هتعرف اسرار كتير جدا عن ولادك ما كنتش تعرف. الميزه في اللعبه دي انها بتقربك اكتر من دماغ طفلك، تعرف هو حاسس بايه من غير اي مجهود. كمان من الوقت السهل جدا اللي ممكن تقضيه ويكون وقت حقيقي مع اطفالك هي قرايه الحدوته قبل النوم، تحضير الاكل سوا، نتفرج على الفشار وهو بيفرقع، نخرج نتمشى في اي جنينه موجوده قريبه، نتمرجح ونتزحلق او هم يتمرجحوا ويتزحلقوا وانت واقف وانت واقفه وعلى تواصل بصري معاه. كل ده بيعد وقت حقيقي. المهم ان كل الحاجات اللي قلناها دي ما تكونش قدام التلفزيون، لاننا كده هنفقد الهدف من الوقت ده.